مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس آسف أفورقي يبعث ببرقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مناقشة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في إقليم عنسبة. جهود متضافرة للتخفيف من مشكلة نقص مياه الشرب في مديرية دهلك. ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو والكرملين يتوعد المنفذين. فيتو روسي صيني يسقط مشروع القرار الأمريكي لوقف النار في غزة. كوريا الشمالية والصين تلتزمان بتعزيز العلاقات خلال محادثات بكين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس آسف أفورقي ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم الإرهابي الدامي الذي نفذ على صالة الحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة 22 من مارس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 من الأبرياء وإصابة أكثر من 150 آخرين. وقال الرئيس السياسي أفورقي في برقية التعزية التي بعثها أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب الإريتري: نقدم تعازينا لكم ولأسر الضحايا وشعب الاتحاد الروسي بأكمله في هذا الحادث الصادم والمأساوي. وقال فخامته أن الحكومة الإريترية تندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الأليم. تم عقد اجتماع في مدينة كرن يومي 21 و22 من مارس لمناقشة تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية وكذلك توزيع فيتامين A الجارية على مستوى البلاد. وقال رئيس برنامج التطعيم الوطني السيد تدروس يحدقوا في الاجتماع الذي نظمته وزارة الصحة وحضره فرق العمل بالمديريات أن حملات التطعيم في البلاد كانت ناجحة بفضل تفاني المهنيين والتعاون العام. وأوضح أنه ونتيجة لذلك انتقلت إريتريا من مكافحة الدرن إلى القضاء عليه. وأشار إلى أن الهدف من حملة التطعيم هذه هو منع انتشار الفيروس مع تزايد عدد الأشخاص غير المحصنين والذين يعيشون حياة الترحال في المناطق النائية. وقال أنه سيتم إعطاء اللقاح لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من بين 9 أشهر إلى 5 سنوات في مناطق أسماط وهبرو وعتكليزان، مضيفا بأن المديريات المتبقية ستحدد تلقيح أولئك الذين لم يتم تطعيمهم مسبقا. إلى جانب ذلك سيتم توزيع فيتامين A على الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات. وبعد مناقشة الخطة التنفيذية للحملة أكد المشاركون استعدادهم لإنجاح الحملة. وفي ملاحظاته الختامية ذكر الدكتور هينوك سهاير رئيس فرع الصحة في إقليم عنسبة بدور جميع أصحاب المصلحة لزيادة نجاح الحملة، متوقعا بأن تكون الخبرة المكتسبة من وقت لآخر عاملا دافعا. هذا وقد ارتفعت نسبة تغطية التطعيم ضد الدرن في إقليم عنسبة من 53% عام 1995 إلى 100% بحلول عام 2020، ومن 51% إلى 96.9% على المستوى الوطني وفقا للتقارير الصحية. قال السيد أحمد علي بوكاليا مدير مديرية دهلك أنه يتم بذل الجهود بالتعاون مع إدارة المديرية وشركاء العمل الآخرين للتخفيف من مشكلة نقص مياه الشرب النقية في المديرية. وأوضح السيد أحمد علي بوكاليا لوكالة الأنباء الإريترية أن مساهمة الخدمات الاجتماعية المتكاملة في جبهيلي ودربوشيت ودحل ونورا لا يتم الاستهانة بها، لكن لا تزال مشكلة مياه الشرب النظيفة تشكل تحديا كبيرا. وقال أنه مع زيادة وعي الناس في مجال الصحة والتعليم فإن الإمداد الكافي بالأدوية والمرافق والقدرات المهنية سيسهم في ضمان صحة المواطنين. وقال أنه على الرغم من التقدم المشجع الذي يتم إحرازه في مجال التعليم إلا أنه يتم العمل على تعزيز المشاركة المنخفضة للمرأة في المدارس الثانوية. وقال أحمد أن التحديات المناخية والجغرافية تؤثر سلبا على سبل العيش الاجتماعية والاقتصادية للناس. وأشار إلى أنه سيتم تقديم الدعم النوعي بالتنسيق مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وشركاء العمل الآخرين لدعم الفقراء. وقال مدير مديرية دهلك السيد أحمد علي بوكاليا أن السكان يبذلون قصارى جهدهم لإصلاح وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وحث على ضرورة الإصلاح الفوري لمركز جمهيل الصحي ومدرسة السلعية الابتدائية واللتان دمرتا بسبب القدم والكوارث الطبيعية. هذا وتقع دهلك على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شرق مصوع، وتقطنها أكثر من 600 عائلة تكسب عيشها من صيد الأسماك والتجارة وغيرها من الأنشطة.
بدأت المكتبة العامة في مدينة مندفرة والتي كلف تشييدها 52 ألف نقفة في تقديم الخدمات الرقمية منذ 20 من شهر مارس. ومن المتوقع أن تحل هذه الخدمة التي أطلقتها لجنة أصدقاء الشباب تحت مظلة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة مشكلة النقص في الكتب وتلبية متطلبات الطلاب والموظفين والقراء الآخرين. وأشاد رئيس لجنة أصدقاء الشباب الأستاذ نجوسي والدليبانوس برغبة الأهالي في إنجاح العمل الذي تم بالتعاون مع الشباب. ومن جانبهم قال الطلاب المستفيدون أن مساهمة المكتبة في عملية التدريس والتعلم لا ينبغي الاستهانة بها. وشكر مدير مديرية مندفر السيد هزكياس وهبت لجنة أصدقاء الشباب على مبادرتهم وحث الطلاب على استغلال هذه الفرصة. تم عقد ندوة تهدف إلى زيادة معرفة الطلاب بالقانون في مدرسة كرن الابتدائية والثانوية للصم يوم 21 من شهر مارس. وقال قائد شرطة إقليم عسبة العقيد لبسو تسفعن كيل أن البرنامج هو استمرار للندوات التي تقام في جميع المدارس لرفع وعي الطلاب والحد من الجرائم والحوادث. وأكد أن الجرائم المرتكبة ضد المواطنين من ذوي الإعاقة سيتم التعامل معها بشكل عادل بموجب القانون. وحث طلاب الصم على زيادة معرفتهم بالقانون والمشاركة في منع الجرائم والحوادث. وتطرق العقيد لبسو إلى الجريمة والانتهاكات التي حدثت العام الماضي وأسبابها ونتائجها، وحث الطلاب والمعلمين على العمل لمنع الجريمة. وقال رئيس مكافحة الجريمة الرائد والدو زولي وقائد مركز شرطة كرن الثاني الملازم أميناي الزودي أن عواقب الجرائم خطيرة إذا لم يتم كبحها في وقت مبكر. ودعا الطلاب إلى توخي الحذر وحماية بيئتهم لأن الظواهر غير الأخلاقية والمخالفات المرورية من أكثر الجرائم انتشارا. وحث مدير المدرسة الداخلية للصم الأستاذ صفا برهان معشو على مواصلة مثل هذه الندوات المهمة. هذا ويلتحق حوالي 160 طالبا من جميع أنحاء البلاد في مدرسة الصم الداخلية ويتابعون التعليم الأكاديمي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. يشارك سكان مديرية ملقي في تنفيذ أنشطة واسعة النطاق ومدرة للدخل تتعلق بمعالجة مساقط المياه وتمهيد الأراضي الزراعية. وقال الشاب العكي واللي ميكائيل مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية أن الحملات المماثلة التي أجريت في الماضي كان لها تأثير إيجابي على الاستقرار البيئي وزيادة الدخل الزراعي. وقال مدير ضاحية ملقي السيد أسقدوم موغستو أن مشاركة الناس عالية جدا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل حتى بلوغ الهدف المنشود. وفي الوقت نفسه تم تنفيذ حملات مماثلة للحفاظ على المياه والتربة في ضاحية حليب منتل بمديرية عيلة برعد منذ شهر يناير، حيث تم إصلاح 4800 متر مكعب من التربة وأكثر من 78 كيلومترا من القنوات والطرق المتضررة. وأوضح رفائيل تودي المسؤول التنفيذي للضاحية أنه يجري إصلاح طريق ترابي بطول 7 كيلومترات من غولو إلى شاكري، ويجري إصلاح أراضي مدرسة غولو الابتدائية، كما يجري إصلاح منازل 10 عائلات من أسر الشهداء والفقراء في منطقة بوسوق. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 12 من مارس في إحداث أضرار بالمنازل والأشجار في منطقة عدي حقادو بمديرية ابن حيلي وفقا لتقارير متأخرة. وبحسب مدير ضاحية عدي ياغني السيد محمد عطا فقد اقتلعت الأمطار التي استمرت لأكثر من ساعتين 25 منزلا ودمرت الأشجار. وقال أن العائلات المتضررة من الوضع تركت دون مأوى. وشكر سكان ضواحي ماي الحامة وعدي سولومون على تعاونهم في بناء ملاجئ مؤقتة وتوفير الغذاء والماء. وفي الوقت نفسه جرفت الأمطار الغزيرة والتي هطلت في 17 من مارس أكثر من 100 رأس من الماعز في مديرية أدوبحة بشمال البحر الأحمر، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإريترية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الكرملين اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل 143 شخصا ونحو 150 مصابا. وبينما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم توالت الإدانات الدولية له، فيما أكدت أوكرانيا أنها لا علاقة لها به. وقال الكرملين أن جهاز الأمن الفيدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم. وقالت لجنة التحقيقات الروسية نقلا عن بيانات أولية أن ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. وأشارت اللجنة إلى أن المشتبه بهم اعتقلوا في منطقة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وقال جهاز الأمن الروسي أن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
وقال محققون أن منفذي الهجوم أشعلوا المبنى بواسطة سائل قابل للاشتعال. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ عدت موسكو أنه مسرحية تنطوي على نفاق كونه لا يضغط على إسرائيل. واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق أن استخدمت حق النقد ضد دعوات لوقف إطلاق النار مشروع القرار الذي كان سيؤيد لأول مرة حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وأنال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء 15 للمجلس، في حين رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غيانا عن التصويت وفق إفادات وكالة الصحافة الفرنسية. ويربط مشروع القرار وقف إطلاق النار بالمحادثات الجارية التي تقودها قطر بدعم من الولايات المتحدة ومصر لوقف الحرب مقابل إفراج حماس عن الرهائن. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن مسؤولين كوريين شماليين وصينيين اجتمعوا هذا الأسبوع في بكين والتزموا بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، حيث تسعى بيونغ يانغ إلى توسيع مشاركتها الدبلوماسية. وفي الاجتماع الذي عقد قال وانغ هونينغ أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي فإن الصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية هي خيار استراتيجي للجانبين ولن تتزعزع أبدا. والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا العام وتعهدا بتعزيز العلاقات. كما التقى كيم سونغ نام من كوريا الشمالية العضو المناوب في المكتب السياسي ومدير الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الحاكم ضمن وفد يزور الدول الآسيوية هذا الأسبوع مع ليو جيان شاو الذي يقود هيئة الحزب الشيوعي الصيني في الصين. في الخبر الأخير، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة نشر في اليوم العالمي للمياه أن ما يصل إلى 2.2 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه آمنة للشرب، بينما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. وقال لي فينج مدير قسم الأراضي والمياه في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في روما: أعتقد أن الوضع يمثل تحديا حقيقيا. ويسلط تقرير الأمم المتحدة المياه من أجل الرخاء والسلام الضوء على أن التوترات المتزايدة حول المياه في مختلف أنحاء العالم تزيد من خطر تفاقم الصراعات والنزاعات. ومن بين البلدان الأكثر تضررا من ندرة المياه دولة زيمبابوي التي تواجه الجفاف منذ العام الماضي. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس التركي يبعث برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مناقشة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في غزة. جهود متضافرة للتخفيف من مشكلة نقص مياه الشرب في مديرية دهلك. ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو والكرملين يتوعد المنافقين. فيتو روسي صيني يسقط مشروع القرار الأمريكي لوقف النار في غزة. كوريا الشمالية والصين تلتزمان بتعزيز العلاقات خلال محادثات بكين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.